نكمل مع بعض في صفحة 19. هو بيتكلم على الضمائر الشخصية. كان عندك 3 ضمائر، عندك الإيش أنا لما أتكلم على نفسي، إيش هايسي، إيش فوني، إيش كومي. عندك الضمير دو أنت لما أكون عندي اسم شخص وراه كوما، هنا أسلوب مقبل، يعني عند عمرو وكوما يبقى دو، علي وكوما، هنا دي اسمها أسلوب مقبل، بكلمك أنت يا علي، بكلمك أنت يا عمرو. ذي احترام في حالة عندي هير أو فراو ولازم يبقى عندي كوما. دول شرطين أساسيين عشان استخدم دي حضرتك، هير او فراو ولازم كوما سواء قبل او بعد. محاضرة شرح القاعدة ده بتاع ضمائر الشخصية موجودة على المنصة، هسيب لك اللينك اوريدي في الوصف، حضرتك تقدر تشترك وتشوف محاضراتك بالواجب بالبي دي اف، هتلاقيه ان شاء الله على المنصة. يلا نبدأ نحل مع بعض. طبعا هو الحل اللي قدام حضرتك ده انا اوريدي كنت مسجل من شويه الفيديو، لكن اكتشفت في الاخر بعد ما صورت وحليت اكتشفت ان الفيديو ما تسجلش، فبعيده تاني عشان خاطر حضرتك، فارجو انك تركز معايا. تاني الحل اللي قدام حضرتك ده هو عشان من شويه سجلت الفيديو وحليت، لكن في الاخر اكتشفت ان الفيديو ما تسجلش، فبرجع اعيده تاني من الاول. يعني انا مش عايز اسيب لك الصفحه كده محلوله، بالعكس انا هقرا لك جمله تاني ونحل مع بعض عشان تبقى فاهم اكتر. الجمله الاولى طبعا هايسي، يبقى هنا الضمير ايش هايسي، لسه بعرف نفسي، ايش هايسي سوزانا، دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه هاي عمرو كوما، خدت بالك اهو، نعلم مع بعض عمرو كوما، اذا هنا بكلمك انت، يبقى فوهي كومت دو، تمام، يبقى دو الضمير دو. طيب انا هحاول اغير الخط، نكتب بخط عشان يبقى اول واحده قلنا هيبقى ايش، ثانيه دو. طيب الثالثه هير شنايدر، طبعا هير اهو بص هير شنايدر وعندي كوما، يبقى فوهير كومن، يبقى زي حضرتك. طيب جمله رقم 4 ايش كومي او اسبانيان اوند، عندي الاسم وقبليه كوما، روزا وقبلها كوما، اذا هنا في دو بكلمك انت. 5 ايش بين مونيكا، بكمل الكلام برضه بعرف نفسي، ايش ليب ان دوتشلاند، يبقى ايش انا. نقطة رقم 6 فير زند، طبعا السؤال بتاع النامي اللي اصلا الجزء الاول في الدرس في الليكستيون اينز بنتكلم ازاي تسأل عن النامي، خدت 3 اسئلة بالصيغة العادية وبصيغة احترام. جزء النامي او محاضرة النامي موجودة برضه على المنصة وهسيبها لك ان شاء الله على اليوتيوب. يبقى فير زند زي حضرتك، من تكون حضرتك. نقطة رقم 7 ich heiße بيتر شميت und كورينا شتيفتر، تحت قال فرية مش فراو كورينا، إذا هنا في صيغة احترام، حتى لما بيقول يا أولاد الفونامي والفاميليا النامي يبقى ده شخص لأول مرة لسه بتتعرف عليه، وبالتالي فبيكون في صيغة رسمية، يبقى زي حضرتك. نقطة رقم 8 تيمو وراها كوما، تيمو يبقى وعندي شبريشس يبقى دو شبريشس جود دويتش. نقطة رقم 9 فراو هوبر وراها كوما، إذا هنا في زي حضرتك. نقطة رقم 10 ماي نامي است كارل، بكمل الكلام على نفسي، يبقى ايش كومي او هامبورغ. 11 هالو ألبرت، في ألبرت وكوما اسم شخص وكوما يبقى دو. 12 زندزي او بولن، انا عندي زي حضرتك، طبعا لو بسأل بزي حضرتك او بدو انت في الاجابة بتبقى ايش. تاني لو عندي الضمير دو في السؤال او زي حضرتك في الاجابة هتبقى ايش، يبقى يا ايش بين او بولن. 13 فيا است احمد، من يكون احمد، يبقى ضف بين ايش. 14 هياك، طبعا الاسم كوما يبقى شبريش دو. فيا استضاف، من يكون هذا، الجملة اللي قلت لك هنحفظها على بعض، انا لا اعرف، ich weiß es nicht، انا لا اعرف. نكمل باقي التمرين ده. نقطة رقم 16 هاي ich bin Sandra und ايه und du. نقطة رقم 17 هاي ديتر، وبكمل الكلام learn هنا الفعل نهايته ايه يا شباب، ادام الفعل نهايته ايه يبقى بالتالي الضمير عندي ايش. لما حضرتك تاخد تصريف الافعال الايش نهايتها ايه يبقى ايش learn، هنا محدش يستخدم دو على طول. هاي ديتر ich lerne Deutsch، lernst du auch Deutsch، يبقى هنا الضمير ايه. 18 هالو
sprichst du Deutsch؟ طبعا بسأل بدو، يبقى اذا الاجابة بتبقى ايش. ادام سألت بدو يبقى الاجابة ايش. طيب نقطة رقم 19، ايش قومي او اسألك، انا جاي من الاسكندرية، اندو هيقول لي وانا ايضا. اوخ يعني ايه يا شباب؟ اوخ يعني ايضا، يبقى ايش اوخ، يبقى الاجابة الصح نمر السي. 20 انشولديجونج في هايسن، صيغة احترام في السؤال على النامي، يبقى في هايسن في يعني تعجب كده او سأل ايش انا، ماي نامي اس لوكاس بيرج، يبقى ايش، يبقى الاختيار الصح نمر دي عندي. بعد كده في صفحة رقم 20 بيسألني على تصريف الافعال. حضرتك محاضرة تصريف الافعال موجودة على المنصة، هتتفرج على محاضرة تصريف الافعال، هتشوف البي دي اف اللي موجود عاملين زي مذكرة تلخيص لاهم الافكار بتاعة القاعدة، هتحمله البي دي اف عندك عشان تذاكر منه في اي وقت، وبعدين هتراجع الحل معايا. يبقى اذا الحل اللي بنحله مع بعض ده اهو مش عشان حضرتك اول مرة تحل فتيجي تنقل الحل والسلام، انت اوريدي تكون حالل لوحدك وبتيجي تراجع معايا. استفاد بقى يا بطيخة انت وهو بحاجة، ان دلوقتي بعمل فيديوهات الحل عشان تتأكد من اجاباتك، تشوف مستواك، تشوف قد ايه انت حصلت من القاعدة، هل انت محتاج تراجع تاني على القاعدة ولا انت تمام فيها. طيب نبتدي نشوف صفحة رقم 20. طبعا تصريف الافعال الايه نهايتها ايه، الدو بتاخد اس تي وذي احترام النهاية اي ان. خلينا نحل مع بعض الجمل. اول واحدة طبعا انا عندي الضمير ايش، يبقى الفعل اخره يبقى ايش فوني. تاني جملة عندي الضمير دو يبقى الفعل نهايته اس تي يبقى ليرنت. جملة رقم 3 عندي زي حضرتك، بالتالي الفعل عندي يبقى كومن. نقطة رقم 4 عندي الضمير دو يبقى الفعل نهايته اس تي يبقى فونت. 5 ايش يبقى الفعل نهايته ايه يبقى فراجي. نقطة رقم 6 ايش يبقى الفعل اخره ايه كومي. السؤال اللي بعده ايش يبقى الفعل اخره ايه جاي. 8 فزاجت، هنا اداني الفعل نهايته اس تي يبقى الضمير عندي دو. نقطة رقم 9 ايش يبقى الفعل اخره ايه هوري يسمع. 10 فراو شلوت، ومديني دي حضرتك يبقى الفعل اخره ايه ان ليبن يعيش. نقطة رقم 11 شبيلي اخره ايه يبقى ده مع الضمير ايش انا. 12 ايش انا يبقى الفعل اخره ايه ليرنينج. اظن القاعدة سهلة جدا مجرد ما احفظ النهايات. نكمل. نقطة رقم 13 عند الضمير دو يبقى الفعل اخره اس تي يبقى جاهز. جاهز دو انثبت. 14 مدين الفعل نهايته اي ان، بالتالي النهاية اللي بتاخد اي ان هو الضمير دي حضرتك. 15 فراو آية، وبالتالي في زي حضرتك يبقى برضه الفعل اخره ايه ان ليرنن. هي الصفحة ديت مش متظبطة في التصوير لكن ان شاء الله تشوف الحل معايا. 16 ايس يبقى عايز الفعل اللي اخره ايه يبقى دانكي. 17 مدين الضمير، بص الضمير دو انت يبقى الفعل نهايته اس تي شبيلت. 18 مديني ايس، هنا بقى 18 فيها فكرة حلو. ايه هي؟ مدين التصريفات صح، يعني الايش نهايتها ايه؟ هلاقي فراجي اخره ايه، ليرني اخره ايه، كومي اخره ايه، ليبي اخره ايه. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ ادام الجراماتيك عندي صح، تصريف الافعال صح، يبقى انا عايز الفعل الصح كمعنى. انا عندي هنا ايه؟ سبانيش، هنا ايه؟ دي لغة، دي لغة. اذا هقول انا بسأل اسباني، انا بتعلم، انا بأتي اسباني، انا عايش. طبعا هقول انا بتعلم لغة اسبانية. يبقى لما يديني تصريف الافعال صح يا شباب يبقى انا عايز الفعل الصح على حسب معنى الجملة. نقطة رقم 19 مديني الضمير دو يبقى قمت. 20 برضو حلوة عشان انا عندي الضمير دو ومديني الاختيارات بتاعت نهايتها اس تي زاجت، هورت، فونت، فراجت. لازم ابص على الاجابة. ان مدريد يبقى انا هقول له اين ايه؟ ان مدريد ده هنا ان حرف الجر واسم بلد او اسم مكان، يبقى هقول له فونت دو.
يبقى السؤال اللي فيه تركايه شويه لما يديني تصريف الافعال صح، يبقى انا هنا ادام التصريفات صح في الاختيارات كلها يبقى انا محتاج الفعل الصح على حسب معنى الجمله. 21 برضه فيها فكره. ماي نامي است خوذه في بيت خوذه ايش ايه، قال له بعد كده كا او اس طيب الايش نهايتها ايه؟ هتلاقي بوخش طابيري اخرها ايه، قومي اخرها ايه، جاي اخرها ايه، ليبي اخرها ايه. اذا الفعل الصح هنا ايه يا شباب؟ هو هنا عمل زي سبيلنج اشتهجى الحروف اهو بتاع الاسم، يبقى هختار يتهجى بوخش طابيري، ده الفعل الصح. الفعل الصح كمعنى وكتصريف. نقطة رقم 22 هورن، هورن ايه ان يبقى دي حضرتك. طيب 23 ايش اخره ايه، ليبي. طيب 24 ركز فيها، بيقول لي ايش نقط اوت هنوفا. طيب انا عندي هنا ايه اوت من، من بحرف جر، يبقى انا بقول ايش قومي، مش هينفع اقول ايش بوني صح كده، ما ايش بوني او ايش ليبي عايزه حرف الجر ان، انا عايش فيه. هنا اوت يبقى انا جاي من، يبقى ايش قومي اوت هنوفا. وبعدين ابا ايش ايه ام مومنت ان منشن، يبقى هنا ان، يبقى انا عايز هنا قومي وهنا فوني او ليبي. فين قومي الاول؟ هلاقيها في نمط بي، قومي اول واحده قومي وليبي، انا جاي من هنوفا لكن دلوقتي عايز في منشن، يبقى نمر دي الاختيار الصح. 25 هير بيتر نقط نقط جيرن تنس، يبقى انا هنا هير بيتر طبعا وراها كوما، يبقى هنا ذي احترام. فين الذي احترام عندك؟ انا عندي ب والسي. طيب هي ذي احترام نهايتها ايه في التصريف؟ نهايتها ايه ان، يعني السي دي مش هتنفع لان ذي احترام لو اخترتها تبقى نهايتها ايه؟ غلط طبعا. ذي احترام نهايتها ايه ان، يبقى انا التصريف الصح عندي بالضمير شبيلن ذي، يبقى نمر ب. نيجي لتصريف الافعال برضو اللي في صفحه 21. اول جمله ايش هاي سي كارل، يبقى ده تصريف الفعل مع الضمير ايش. نقطه رقم 2 هير انتون، هير انتون وكوما وبالتالي كاتب لي ذي احترام، يبقى سبريشن الفعل نهايته اي ان. نقطه رقم 3 في ومدينه الضمير دو، يبقى التصريف الصح هايست. نقطة رقم 4 الإيش نهايتها إيه، يبقى شبريشي. نقطة رقم 5 دو، الدو نهايتها إس تي وبالتالي هنا الفعل شبريشن فكرته اللي الإيه بتتحول لآي زي بتاعة الإنجليزي مع الدو والإر والإز والزي. إذا الفعل الصح كتصريف هيبقى شبريشت. 6 ماي نامي است مونيكا und wie heißt يبقى دو. 7 إيش، طبعا الايش نهايتها ايه؟ هلاقي هايسي صح، الجمله دي حلوه نعلم عليها برضه. هلاقي هايسي صح كتصريف، ليبي كتصريف صح، شبريشي نهايتها صح، قومي كتصريف صح. بس هنا بقى اين بيتيشن تركي، لغه تركيه، قليل من اللغه التركيه، يبقى الفعل يتحدث، يبقى شبريشي، يبقى بختار الفعل الصح على حسب المعنى او تكمله الجمله، يبقى ايش شبريشي. نكمل في 22. نقطة رقم 8 بيقول لي زي هير بيتر قال لي 9 باوت. طيب انا عندي زي حضرتك صح كده يا شباب؟ طب زي حضرتك عايز الفعل اخره ايه ان، هلاقي عندي كومن وعندي هايسن صح كده؟ ما زي حضرتك نهايتها ايه ان، هلاقي عندي الفعل كومن والفعل هايسن. بس الجملة هنا هير بيتر بسؤال، اقول حضرتك، قال حضرتك تأتي هير بيتر ولا حضرتك بتسمى هير بيتر؟ قال له لا بقول، يبقى الفعل هنا هايسن هو الصح. نقطة رقم 9 دو روتش، دو نهايتها اس تي الفعل الصح سبريشت. نقطة رقم 10 هير مجدي سبريشن، طبعا هير مجدي وكوما زي حضرتك زي احترام. 11 بيقول لي دو بيترا، قال له يا بص خد بالك هنعلم على دو مع بعض، ركز معايا في الجمل دي قوي، يعني هنعلم على 11 عشان فيها فكره. انا عندي دو تصريف او النهايه بتاعت الدو اس تي، ليبست صح، كومست صح، هايست صح، بونست صح. الفعل الصح هنا على حسب معنى الجمله
هيكون ايه يا شباب؟ هيكون هايست. انا بقول له هل انت اسمك بترا او اسمك بترا؟ قال لي يا، يبقى هايست دو بترا يا، ما ينفعش ليبست ولا فونست ولا كومست. 12 مديني زي حضرتك هنا، وبعدين مديني التصريفات صح برضه، يبقى هنعلم على 12 فيها فكره. كومن، ما هو دي احترام نهايتها ايه ان، يعني كومن صح، اسبريشن صح، هايسن صح، وليبن صح. بس لو كملت الجمله جود دويتش، اذا هنا لغه، فبالتالي الفعل الصح يتحدث اللي هو اسبريشن. 13 قال لي اسبريشن، مديني الفعل اهو بالنهايه ايه، يبقى ده مع الايش. 14 مليكا وبعدين كوما وبعدين حاطط لي دو ايطاليانيش. الدو نهايتها اس تي كالعاده، برضه هنعلم على السؤال 14 عشان عندك شبيلست نهايته اس تي، كومست نهايتها اس تي، هايست صح كتصريف، وسبريشست صح. بس كلمه ايطاليانيش هنا يعني لغه ايطاليه، فبالتالي اللغه هيجي معاها الفعل يتحدث، يبقى الفعل الصح هنا سبريشست. 15 هايست ايه فاطمه ناين هاله، يبقى هقول هايست هنا التصريف هايست دو. انت اسمك فاطمه؟ لا هاله.